رجل دعت عليه أمه بألا يموت حتى يرى وجه المومسات، يعني وجه النساء الزانيات. من هو هذا الرجل وما هي قصته الغريبة العجيبة؟ قصتنا اليوم عن قصة من قصص العباد والزهاد، قصة عابد بني إسرائيل جريج. قبل أن نبدأ القصة اشترك في القناة وفعل زر الجرس وانشر هذه القصة مع من تحب لتعم الفائدة. كان في بني إسرائيل رجل اسمه جريج، كان عابدا زاهدا تقيا لله ويخاف الله عز وجل. كان قد بنى لنفسه صومعة بعيدة عن الديار حتى يتقرب من الله سبحانه وتعالى ويعبده على أحسن حال ولا ينغص عليه عبادته أي أحد. هذه هي كانت طريقة الزهاد والعباد والنساك، فكانوا يبتعدون عن الناس وعن ضجيج الحياة حتى يتمكنوا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعبادته على أكمل وجه. جريج هذا كانت أمه تأتي إليه في ديره فكانت تناديه يا جريج، فكان يتكلم معها بعض الأحيان، ولكن في آخر الأيام جاءت وهو كان يصلي، يعني هذا العابد جريج كان يصلي، فجاءت أمه تناديه كعادتها، فلما نادته وكان يصلي فقال يا رب صلاتي وأمي، فأكمل صلاته. فعادت أمه ولم تكلمه ذلك اليوم، فجاءت اليوم الثاني فنادته كما في المرة الأولى، وأيضا قال يا ربي صلاتي وأمي، وفضل صلاته على أمه. وفي اليوم الثالث كذلك فضل صلاته على أمه. فعادت أمه غاضبة جدا، يعني غضبت غضبا شديدا لأن ابنها لا يكلمها ويفضل صلاته وتقربه من الله على أن يكلمها وهو يوم واحد فقط. فدعت عليه أمه وقالت يا ربي لا تمت ابني قبل أن يرى وجه المومسات. دعوة غريبة أليس كذلك؟ لكن العلماء يقولون لو كانت دعت عليه بدعاء آخر، يعني دعاء أقصى من هذا، لكان قد تحقق، لأن هذا الدعاء دعاء هذه الأم قد تحقق. وهذه القصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، ومنهم صاحب جريج، يعني الذي نذكر قصته ها هنا، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جريج مشهورا في بني إسرائيل، فكان الرجال يتحدثون والنساء يتحدثون عن عبادته وعن نزاهته وصدقه، وأيضا يعني عن تمسكه في نفسه ولا يفعل المعاصي والفواحش. فسمعت ذلك مومسة من أكبر المومسات وأجملهن، يعني كانت باغية، يعني امرأة باغية تفعل الفاحشة عافانا الله وإياكم، وكانت من أجمل النساء في ذلك الوقت. فسمعت بهذا العابد فقالت ماذا تعطونني وأغريه لكم، ويعني أخرجه عن الطريق. فقالوا لها افعلي ما شئت، انظروا إلى كيد النساء لهن كيد عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى إن كيدهن عظيم. فالتقت بهذا العابد جريج وراودته عن نفسه، لكنه صدها ولم يلتفت إليها وكأنه حتى لم يراها ولم يعبرها. فحز ذلك في نفسها، كيف لرجل ولدته أمه في هذا الزمان أن يرى جمال هذه المرأة ولا يلتفت إليه، فأصرت على أن تنتقم منه. وكان هناك راع يرعى الغنم ويأتي إلى ذلك الدير الذي كان يتعبد فيه جريج، فاتفقت مع ذلك الراعي والتقيا وفعل معها الفاحشة، يعني سلمت نفسها لذلك الراعي وحملت منه في ذلك اليوم. وحينما ولدت قالت إن هذا الولد هو لجريج، يعني للعابد، واتهمته بالفاحشة. وانتشر الخبر في الناس كالهشيم، تكلم بنو إسرائيل، تكلم النساء والرجال عن هذا العابد الزاهد جريج، وقد سقط في الفاحشة وقد أغوته هذه المرأة. فجاءوا إلى صومعته وبدأوا يهدمونها بالفؤوس ويضربونها ضربا، وكان جريج يصلي، فلما سمع ذلك خرج إلى الناس فانكبوا عليه يضربونه ويسبونه ويشتمونه. فقال مهلا أيها الناس، لماذا تفعلون هذا؟ فقالوا له أنت الذي فعلت الفاحشة وهذا ابنك.
وأخذوه وهم يجرونه في الطريق. مروا على دور للزنات، يعني دور للبغايا، فهناك أماكن معروفة لفعل الفاحشة، فكانت هناك نساء زانيات. فلما رأوا جريجا مارا والناس يجرونه خرجنا تلك النسوة الباغيات المومسات. فلما رآهم جريج ابتسم وأكمل طريقه، فقال لهم: مهلا، أين الصبي؟ يعني أين الغلام الذي تدعون أنه ابني وأنني أنا من فعلت الفاحشة حتى كانت هذه النتيجة؟ فقالوا له: ها هو. فقال جريج: دعوني أذهب وأصلي ركعتين، دعوني أذهب وأصلي. فلما صلى جاء إلى ذلك الغلام فطعنه في بطنه بأصبعه، يعني وكزه في بطنه، وقال له: من أبوك يا غلام؟ فتكلم الرضيع سبحان الله فقال: أبي فلان الراعي. فتعجب الناس وأحسوا بالندم، وبدأوا يقبلون جريجا ويلتمسون منه الأعذار ويطلبون منه الصفح، وقالوا له: إن شئت بنينا لك تلك الصومعة التي هدمناها لك، بنيناها من ذهب. فقال لهم: لا، بل ابنوها فقط بالتراب كما كانت. فلما سألوه: لماذا عندما مرت بالزنات، يعني بالنساء المومسات، ابتسمت؟ فقال: تذكرت دعوة أمي، ولو كانت قالت أكثر من ذلك، مثلا كأن يبتليني الله سبحانه وتعالى، لصدقت الدعوة. الوالدين وقد وصى الله بهم سبحانه وتعالى، فعقوق الوالدين هو أخطر شيء قد يقع للإنسان، وعقوبته في الدنيا قبل الآخرة. هذه هي من العقوبات أو من الذنوب التي يعجل الله سبحانه وتعالى بها العقاب في الدنيا، عقوق الوالدين. ولذلك قارن الله سبحانه وتعالى رضاه برضاء الوالدين. اللهم اجعلنا من العابدين الزاهدين ولآلائك من الذاكرين.